طبعا في ناس لما تتكلم عن كرة القدم أو في كرة القدم بشكل عام خلاص الجميع لازم يسكت، ومن ضمنهم الأسطورة النجم الكبير الكابتن ماجد عبد الله. مساء الخير أبو عبد الله. هلا عادل، هلا وسهلا. شلونك يا غالي؟ والله بخير الله يسلمك. غايب هالأيام ولا تستعد لتويتر وفيسبوك والحركات؟ والله لا، يعني تعرف إجازة والواحد يروح كابتن، أول شيء شكرا لمداخلتك وأشكر حضورك معي، وهذا يعني محل تقدير، شكرا لك يا كابتن على هذا. كابتن طبعا اليوم أنا أعرف أنك مسافر، ما احنا مطولين عليك. أبسألك عن المجموعة الكاس الخليج، وهي بالتأكيد البطولة يعني اللي يتابعها كثير من الخليجيين. المجموعتين كانت السعودية، المجموعة الأولى السعودية واليمن والبحرين وقطر، المجموعة الثانية الإمارات والكويت والعراق وعمان. أبسألك عن المجموعة السعودية لأن في ناس كثيرين يقولون اليوم أن المجموعة الثانية كانت أقوى، يعني المجموعة الثانية فيها الإمارات، الكويت، العراق، عمان، والمجموعة الأولى السعودية، اليمن، البحرين، قطر. أنت تتفق معهم كابتن مجموعتنا أسهل اللي هي السعودية واليمن والبحرين وقطر؟ أي طبعا، لأنه عندك المجموعة الأولى قطر والسعودية واليمن والبحرين. واليمن والبحرين. وشوف في المجموعات يعني كمسمى كأسامي ما في شك انه المجموعة الثانية أقوى. لكن أنا في نظري انه على كل منتخب على حسب استعداده للبطوله، متى يكون مثلا متهيئ بدنيا ونفسيا وخاض مباريات. انا ما عندي هي هذا اقوى او هذا اضعف، لا. الملعب يتوقف على اداء اللاعب. يعني احيانا مثلا يجيك الجمهور يقول لك والله المدرب الفلاني كذا وكذا، لا. المدرب مهما كان قوي او كان ضعيف او كان وسط، اللاعب في الملعب يعوض اشياء كثيره ناقصه، فهنا تعتمد على جهد اللاعب داخل الملعب. ما في شك ان المجموعه الاولى يمكن تنحصر، يعني مع احترامي للفريق اليمني، ما في شك انهم عارفين المشاكل اللي عندهم، اكيد استعدادهم ما يكون استعداد طيب، ما حيكون بنفس المستوى الاستعدادي بالنسبه للعراق، بالنسبه للسعوديه، وبالنسبه لقطر، وبالنسبه للبحرين. البحرين ايضا تبغى تعوض، لانه اغلب الكل يمكن ما عدا البحرين كلهم كانوا ابطال خليج، ما عدا البحرين واليمن. طبعا اليمن يعتبر يمكن هذه في رابع مشاركه له. صحيح. المجموعه الثانيه يمكن هي اللي حتكون في منافستها اقوى من اللي بيتاهل. هنا الصعوبه هنا تكون لو نظرنا للمجموعه الاولى، يعني ممكن تختصر بين السعوديه وقطر والبحرين، يعني ثلاث فرق. لكن هناك المجموعه الثانيه كلها صراحه من يتاهل. لكن ارجع واقول على حسب الاستعداد وعلى حسب امكانيات اللاعب داخل الملعب، لانه الاستعداد والمدرب يعطيهم التعليمات وكل شيء. طيب بدون تنفيذ داخل الميدان، وفي نفس الوقت اللاعب يعطي اللي عنده، يضيف زياده من اللي عنده، هنا اللي بيحصل الفارق. طيب كابتن، بحكم خبرتك في كاس الخليج، يقولون انه مو هو يعني في كاس الخليج بالذات ما هو الافضل فنيا اللي يفوز. هم يقولون يعني انه لا، ترى الموضوع نفسي، يعني مش الافضل فنيا هو دائما اللي يفوز، ممكن يكون الاقل ويفوز في البطوله. تتفق معهم؟ لا ما اتفق معهم انا. دائما اللي بيأدي اداء طيب كويس هذا بيوصل للملعب. اذا حظه كان سيء هذا شيء ثاني. لكن اللي ما يأدي في الملعب ويعتمد على الحظ او يعتمد على هذا ما يحكون دائما في كل المباريات. فالفريق اللي متجانس اكثر وثابت على مجموعه معينه اكثر هو الأقرب دائما إلى كسب البطولة. هم يقولون كذا عشان كأس الخليج كابتن تعرف فيها مشاكل وإعلام وكذا، وفي ناس تتأثر وفي ناس لا، يعني ما عندها مشكلة، في ناس إعلامها قوي وناس إعلامها ضعيف، عشان كذا يقولون إنه لا ترى مو بدائما. الإعلام ما حيلعب داخل الملعب. صح. الإعلام حكي برا الملعب، والحكي لا يقدم ولا يأخر.
فاللاعب الان احنا لو نجي يمكن نقول مثلا في الفرق يمكن 70% منهم كلهم محترفين. طيب كابتن تفضل. فاللاعب المحترف ما يفكر لا في اعلام ولا يفكر في اي شيء ثاني، يفكر كيف يؤدي داخل الملعب. انت كنت تحب تلعب كاس الخليج كابتن اكثر من غيرها؟ كنت تحس فيه متعه اكثر؟ لا انا بالنسبه لي اي دوره او اي مباراه احس فيها بمتعه، حتى لو تكون مباراه وديه ما لها اي اهميه. اللاعب يفكر انه بس ما دام بيخوض مباراه سواء وديه سواء رسميه سواء بطوله خليج كاس اسيا ايا كان التصفيات، انه يعطي كل ما عنده داخل الملعب. دورة الخليج انا معك فيها. دورة الخليج هذه فرصه للناس اللي توها تتبين، اللاعب اللي تو يبين، اللاعب الصغير فيكون له استعداد جيد بالنسبه للبطولات الكبيره. صحيح. زي ما ظهروا ناس، زي ما ظهروا مجموعه من اللاعبين من دورات الخليج، حيظهروا لاعبين ايضا في دورة الخليج عشان يكونوا جاهزين لكاس اسيا وتصفيات كاس العالم. ليه الحين يا كابتن الدوره تعطي هالانطباع؟ ليه الحين يقولون في ناس لا تغير الوضع، ما عاد يتقدم لاعبين، صح؟ ولا انت؟ لا مو صحيح. يقولوا الكلام هذا، يقولوا كلام مجرد انشائي. لكن فعليا فنيا انا ما يمكن مثلا اجيب لاعب ناشئ من فريقه اروح ادخله في تصفيات كاس عالم او ادخله في بطوله كاس اسيا. لابد الان لما يجيك لاعب جديد يروح للنادي ويحب ناديه، لكن تحصله في الاسبوع الاول مرتبك ما يعطيك اللي عنده. فدورة الخليج هذه بالعكس محك فرصة للاعب اللي ماشي. طيب السعودية كابتن، يعني أنا قاعد أتابع يعني في الشاشة عندنا إعادة للدورة القادمة، لقطات اللي كانت سيئة بالنسبة لنا في البحرين. أنت شايف إنه هالدورة يعني إنه ما راح نكون أسوأ أبدا من الدورة الماضية؟ نقدر يعني الدورة هذه نسوي شيء مستوانا الحين، تأهلنا طبعا في كاس آسيا، تحس إنه إحنا قادرين نسوي شيء في هالبطولة اللي هي بعد شهر ونص تقريبا؟ والله كأمنيات إن شاء الله إحنا نسوي شيء، لكن المشكلة كانت في الدور السابقة كان فيه المدرب ريكارد فيتغيب كثير عن الاستعداد الفريق ويتغيب كثير في بعض المباريات فيعتمد على مساعدينه. الآن في اللي كان مستشار في اتحاد كرة القدم، المدرب الآن الأسباني كان مستشار. طيب في الفترة اللي كان فيها مستشار هل استفادوا منه أو المنتخب استفاد منه؟ طبعا لا. فالآن وضعوه يكون مدرب للفريق. أنا ما أنظر للي جاي، أنا أنظر للمستقبل، أنا أنظر يعني كيف بيكون استعدادنا لكأس العالم اللي في البرازيل انتهى. أنا الآن أبغى أخطط إلى 4 سنين الجاية للكأس العالم الجاي. هل هو المدرب المناسب للمنتخب أم لا؟ لأنه إحنا خلاص مدرب حط فيه الجيب هذا انتهى، المفروض ينتهي. لابد ان احنا نجيب مدرب على حسب امكانيات لاعبينا عندهم امكانيات مهاريه جيده عاليه جدا. ممتاز. يحتاج لهم لمدرب يستثمر هالامكانيات داخل الملعب داخل الميدان. مو معناته انه والله اني بس اعتمد على خطه معينه، اعتمد على طريقه معينه، اذا طبقها كويس ما طبقها اغيره اجيب لاعب بديل. لا. أنا أبغى المدرب اللي يعرف إمكانيات فريقه ويلعب عليه. طيب جمهورك يسألني كابتن سؤال خاص فيك، يقولون أنت فعلا حتدخل تويتر وفيسبوك واليوتيوب تدخل الشغلة ذي أخيرا يعني؟ والله إن شاء الله حيفتتح رسمي 9/9 إن شاء الله. من اللي قدر يقنعك؟ غريبة، تعبتني ذيك الأيام. لا هي ما حكاية إقناع، بس في ناس يعني بتحايط على اسمي في تويتر فنبغى نطغي على بس كذا يعني. لا كذا تزعل الناس، لازم تسولف. طيب انت حتسولف ولا ما حتسولف يعني، ولا بس اسم يعني؟ حتعلق حتشارك؟ هو التويتر ما هو محطوط للسواليف، محطوط للتعارف وكذا وكذا، يعني له في اشياء مهمه جدا احنا طيب. نكون متوجه فيها، لكن هو الهدف الاساسي انه هالتويتر يستبت انه هذا ماجد عبد الله الحقيقي. صحيح. ايه مو بالحين اللي في ناس كثير بتحكي
عني انا وفي ناس مهف كثير ايضا صدقوهم. طيب. مع العلم اني انا مرتين طلعت قلت يا جماعه ترى ما عندي ما في فائده. لا كويس انك تسجل نفسك. احنا نرحب فيك في عالم التواصل الاجتماعي كابتن، وان شاء الله يعني انه انا بالتاكيد انه تويتر بيهنق هذاك اليوم اللي تدخل فيه. الله يبارك فيك. شكرا لك يا كابتن. شكرا يا ابوي. شكرا للكابتن ماجد عبد الله.